شعرها يشهد لها يعني دون الذهاب إلى دراسة نقدية أو انطباعية أو إلى ما ذلك، ولكن حتى يتأكد العوام من حقها وأحقيتها ونسبة ذلك النص لها خرجت بدراسة نقدية، وأكدت على السيد سامي بوطابية أن تبعث لي نصوص عشوائية، أن لا أنتقي حتى، أو هي تنتقي النصوص فقط بطريقة عشوائية حتى نكون على الحياد. بعد التنقيب والتمحيص طبعا اخترنا 5 نصوص للشاعرة سامية بوطابية وقارنتها بالنص السادس الذي كان محل النزاع المعنون بحقا أحبك. بداية حتى تتتبع أثر أو تقص نسي أحدهم عليك أن تنظر إلى موطئه حيثما عنا موطئه حيثما عنا موطئه أو كيفما عنا موطئه. المقصود بعنا أي الأثر الذي يتركه الموطئ. هكذا كانوا يقصون النسي أو يتبعون. إن هذا النص حقا أحبك هو نص مكتوب من الشاعرة سامية بوطابية، أو من قلم يمتلك ذات العادات اللغوية التي ظهرت في ال5 نصوص السابقة التي تم اختيارها بشكل عشوائي. طبعا هذه الدراسة راح يجيك ناس كثير ويقول لك مين زكريا الزغاميم، ليش زكريا الزغاميم، شو فهمه وإلى آخره. هذه دراسة انطباعية، لأنه لا أملك الشهادة التي تخولني أن أقول دراسة نقدية، يعني تحتاج إلى شهادة مثلا في اللغة العربية، رغم أنه يعني الواحد شاعر وإلى آخره، لدي مؤلفات كثيرة، ولكن هي دراسة انطباعية أولا وآخرا. الدلائل المذكورة في الدراسة الأسلوبية لا يمكن دحضها البتة، هي دلائل تثبت عن طريق القرائن، أو آسف، هي دلائل تثبت أن النص المكتوب النص السادس هو من نتاج الشاعرة سامية بوطابية، مع أني أعلم يعني يقينا داخلا أن النص لها، ولكني أخذت الحيادة في دراسة الأسلوبية. هذا ما خلصت له، والله تعالى من وراء القصد ونصرة